احنا دلوقتي مع الحاج ابو ايمن، جالنا من بلد الخليج. اول ما اقول لك ان انا عايش في قرية في المانيا، الناس كلها بتجيلها صورة تانية مختلفة تماما عن الحقيقة. I moved to this lovely city that's 6 years ago. ناس كتير قوي في مصر لما قلت لهم ان انا عايش في قرية صغيرة في المانيا، جات لهم صورة كده عن القرية اللي موجودة في مصر، فحبيت في الفيديو ده اني اوريك القرية في المانيا عاملة ازاي. جينا بقى للكورة وملاعب الكورة. بص يا معلم، الرياضة دي مهمة جدا في المانيا، ولكن في بقى ميزة جامدة قوي في القرية اللي انا وريتها لكم دي، غالبا مش موجودة عندنا بنسبة كبيرة، وهي ان في ملاعب في كل قرية. كل قرية هتلاقي على حسب عدد السكان، مش هتفرق 5000 4000 بني ادم بس عايشين في القرية، الا وانك تلاقي نادي منظم مرتب بيونيفورم بينافس على دوري بليفل معين. في دوريات يا جماعة هنا مهمة جدا بليفل معينة، وليها سبونسر، ليهم رعاية بيدفعوا فلوس وبيجمعوا فلوس، وعاملين منظمة في منتهى التنظيم. بصراحة احنا اكيد سمعنا الالمان منظمين، ولكن في الحتة دي لما انا عشت التجربة ولعبت معاهم كورة في الدوري، شفت قد ايه التنظيم موجود. عندهم ابليكيشن للدوري، عندهم حكام، عندهم منظمة مؤسسة كبيرة بتنظم كل الحاجات دي، وكلها من الرعاية، وعندهم ملاعب نظيفة جدا جدا زي اللي انتوا شايفينها ورايا دي، وعليها كمان اليوفط بتاعة الراعي. بص ده كله مثلا مثال للرعاة اللي موجودين في القرية الصغيرة اللي انا بتكلم فيها. طبعا ده غير اللي موجود هناك وهناك وهناك. يا جماعة الناس اللي هنا على قد ما هم قليلين، بس بيهتموا بالحاجة بدقة وبيطلعوها على الفرازة. الفرق بقى بين التنظيم ده كله في ألمانيا وبين المصريين ولعبهم جوه ألمانيا عامل ازاي. هي دي يا جدعان الناس يا جدعان اللي قاعدة بتلعب، دول مصريين في فرانكفورت يا جدعان. شايف رزمة ادي مصريين في فرانكفورت بيلعبوا بيلعبوا صد رد. العيال كلها بتلعب صد رد. احمد عمال يتفرج عليهم ونايم ادي اهو، وبقيه الناس قاعده بتلعب صد رد، ما حدش بيلعب، كله قاعد بيريح اهو. اتفرج يا عم اهو، ادي المنظر اهو، والراجل قاعد ما فيش حاجه اهو. اديني واحدة انت شواجري مساكن الشيراتون. ايوه هو ده الجيل اللي بيركن في ايه؟ على الدكه. رمضان احمد بالعرباوي اكبر مكافح في تاريخ فرانكفورت، كافح وجابها من الصفر وكلها بعرق جبينه. الحمد لله. وعرف ان الله حق. خلاص الدنيا وحشه. اسلام تعرف توصلني لهابنهوف؟ اعرف اوصلك انت والواد ده البنهوف. اوصلك معايا للهابنهوف. نرجع بقى لألمانيا. طبق بقى التنظيم بتاع الكوره ده على كل الرياضات التانية اللي جوه النادي ده. يعني الموضوع مش متوقف على الكوره، انت عندك العاب قوه، عندك باسكت بول، عندك كل حاجه في الدنيا، بس الكوره هي اخده اهتمام طبعا كبير جدا، ولكن مش الوحيده اللي اخده الاهتمام ده. معناه ان في نوادي تانية جنب النادي بتاع الكوره بيهتم بلعبه التنس. الملاعب في كل حته، التنظيم في كل مكان، ومهتمين، وفي دوري وفي منافسات وفي مسابقات وفي نقط وفي حاجات كتيره قوي. ممكن تطلع واحد من قريه زي دي ما فيهاش غير 12 بني ادم يبقى من العالميه في التنس عادي جدا. فالكوره مهمه بس في رياضات تانية برضو اخده اهميه. انا كنت اعرف ان انا هلعب معاه كده. لا بس والواد مش جبار على فكره. الواد مش بيلعب جبار، ذكي يعني، مش ما بيلعبش معايا يطول، لا مش بيفرهط، بيموت بيطول. مجنون بلعب معاه بس هو مجنون. يعني اتوتر مني وانا قلت خلاص سيبه خليه يتوتر. قعدت اجري مصلحه الكوره اللي انا قعدت اجري يمين نجيب شمال وارفعها كده هبوظ البتاع ده خلصان وكسبتها. على فكرة برضو العجل ده بس بقى متعة جامدة تانية خالص، عشان انا نفسي مجربه. العجل ده متعته بجد تحفة، لان جمال الطبيعة اللي موجود هنا في القرى وبين القرى وبين بعضيها ما يتشافش غير بالعجل.
ما يتشافش بالعربيه بسهوله، لانك بتطلع بالعجل فوق جبال وفوق اماكن تحفه، بتشوف حاجات وهميه. بالك في سوبر ماركت وفي محلات من ماركات بجد عالميه، المانيه وغير المانيه كمان. يعني عندك محل زي ده مثلا اهو، نتو ده مشهور جدا وموجود في كل ركن تقريبا. غير بقى عندك هنا حاجات مشهوره قوي، سوبر ماركت كبير كده، حاجه زي بتاع كارفور اللي في مصر يعني، عامل ليه فروع كتير في كل ركن تقريبا. اسمه ليدل والدي، دول منتشرين جدا في المانيا، وغالبا برضو هتلاقيهم منتشرين في اوروبا. يعني مشهورين بان هم فعلا رخاص، والكواليتي الجوده بتاعتهم عاليه جدا، وفي نفس الوقت في كل ركن حرفيا. ففي المقطعه اللي انا فيها دي، اللي هي 12000 بني ادم بس عايشين فيها، حاطين فيها حوالي 3-4 فروع. فانت بتتكلم بحجم زي كارفور 3-4 فروع في قريه صغيره زي دي، انت مش محتاج اصلا تطلع بره. علشان احنا في بلد اصلا بيهتموا جدا بالحيوان، حتى كمان المزارع في حيوانات بيربوهم. لازم اضيفها لك ولازم ابلغك بيها، انك انت لازم تفهم كويس قوي ان الالمان بيحبوا الطبيعه بجد، مش كلام، فعلا بيحبوا الطبيعه، وعندهم الطبيعه كتير وفي كل حته. فانت لو واحد مزاجك رايق كده وعايز تشرب كوبايه الشاي ال50 كده في الخضره والكلام الجميل اللي حواليا ده، لازم تطبق كونسبت كده، مفهوم الماني اسمه شباتسيرجانج، اللي هو تاخد بعضك وتتمشى من الاخر، بس تتمشى في الطبيعه وتتامل الطبيعه شويه. وفي الحته دي بقى، لو انت جيت في القريه اللي انا فيها دي او في اي قريه تانية، هتلاقي مليون مكان بجد في منتهى الجمال الطبيعه، وهتلاقي ميه في قلب الشجر وفي قلب الخضره وفي قلب الجبال، وهتلاقي حاجه فعلا فعلا تروق مزاجك تماما. ده الريف الالماني، بس ألمانيا فيها برضو كده. احنا دلوقتي مع الحاج ابو ايمن، جالنا من بلد الخليج زيارة. ايه رأيك بجد؟ والله جامدة صح؟ جامدة جدا، بس انا فرطت من الحر الصراحة. يا جماعة لو انتوا فاكرين في مصر حر وفي دبي حر، لا الصيف هنا حر، الصيف انت بتعرق. انا بايظ خلاص، انت عرقت وفرهطت، بس انت مش عارف ليه. الفيو عظيم. الفيو جامد. بصوا معانا كده، 1 2 3 هوب. ألمانيا فيها النوعين. تعالوا بقى دلوقتي أسيبكم مع مشاهد جميلة من الريف الألماني الرايق.